مصر هو اللي فرصته اكبر ان شاء الله يتاهل من المجموعه دي، ومعانا صلاح ومعانا زيزو ومعانا تريزيجيه ومعانا لعيبه قويه جدا، مصطفى محمد وحسام حسن ربنا يهديه علينا بقى وما يعملناش مفاجاه. تأثر على مستوى المنتخب المصري قدام منتخب كوب فيردي. منتخب كوب فيردي طبعا منتخب بيلعب بطريقه هجوميه، منتخب افريقي صحيح ولكن بيلعب كوره اوروبيه وكوره هجوميه صعب ان انت تجاريه. لازم منتخب مصر يكون عارف ان هو هيمتص الفريق كاب فيردي، خصوصا ان هو بيدور على المكسب اكتر من منتخب مصر عشان يتاهل لكاس العالم وتبقى اول مره يشارك فيها في كاس العالم. طبعا لعبتنا رجاله واحنا واقفين في ظهرهم وفي ظهر كابتن حسام حسن، وننسى اي خلافات دلوقتي ما بين جمهور الزمالك وجمهور الاهلي ما بين كابتن حسام، وكلنا دلوقتي بنشجع حاجه واحده، بنشجع منتخب مصر. بالتوفيق ان شاء الله للكابتن حسام والمنتخب المصري ان شاء الله النهارده يفرحنا ويسعدنا ويوصل لكاس العالم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنتكلم عن مباراه منتخب مصر في تصفيات كاس العالم مع منتخب الراس الاخضر او منتخب كاب فيردي. المباراه ان شاء الله هتقام النهارده في الجمعه في الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره وبتوقيت مكه. هيغيب عن المباراه اتنين من اهم واكبر نجوم منتخب مصر. رقم واحد محمد عبد المنعم بسبب المشكله اللي حصلت في ان هم يبعتوا له استدعاء على الفريق الجديد بتاعه فريق نيس الفرنسي، ومحمد عبد المنعم كمان طلب من الجهاز الفني لمنتخب مصر ان هو يركز اكتر دلوقتي في الاحتراف مع فريق نيس، وحسام حسن وافق واعلن ان هو ورا اللاعب وواقف في ظهر اللاعب وبيشجعه وبيتمنى له التوفيق في مشواره الاحترافي. كمان امام عاشور هيغيب عن الاصابه، ومتوقع طبعا ان اللي يحل محل امام عاشور احمد السيد زيزو في نص الملعب، وهيتبادل الادوار مع طبعا النجم محمد صلاح في الجناح اليمين. المباراه تعتبر من اقوى مباريات المجموعه لان منتخب الراس الاخضر يعتبر اقوى منتخب طبعا